نحن في المغرب نحب العمل بجد واجتهاد. نحن في المغرب نصنع الطائرات والسيارات، نزرع الأرض بالخيرات، نشيد السكك الحديدية التي تسير عليها ما جاد به الزمان من أسرع القطارات. نحن في المغرب نبني النساء وكذا الرجال لنصنع المستقبل الذي نريد. نحن لا نشتري ولا نبيع. نحن ثامن العالم في تصنيف الفيفا. نحن أبطال العالم قبل أشهر هناك في تشيلي. نحن أبطال العرب قبل أسابيع في قطر. نحن من حصدنا المعدن النفيس في ألعاب باريس الأولمبية. نحن أبطال أفريقيا في الشان. نحن أسود القاعة، ننتصر ولا نعرف الاستسلام. نحن من عبرنا مع السيدات للمونديال وخسرنا معهن بشرف نهائي الكان. نحن أيها السادة من رفع أسهم القارة الأفريقية في بورصة الكرة العالمية وكسر كل الحواجز الوهمية ليصل في قطر لمربع الكبار ويحرج بطلة فرنسا وبطلة العالم فرنسا ويعبر بأمان حواجز إسبانيا، كرواتيا، بلجيكا والبرتغال. نحن بكل فخر لا نبيع ولا نشتري. نحن نعمل ونبني ونحمل طموح وطن وأحلام قارة جاءت فشاهدت وعاشت كأسا أفريقية لم ترها منذ أن عرفت البشرية كرة القدم. بعد أن تعرفتم علينا دعونا نسرد لكم بقية الحكاية. مشاهد غير مسبوقة من المطارات إلى الطرق والقطارات وصولا للفنادق والملاعب ومدن وقرى تعيش شغف الكرة وأهل لا يعرفون سوى الترحاب والكرم. عاشت جماهير ومنتخبات القارة الأفريقية أجواء كأس عالمية. التميز كان في كل شيء، ما أثار الغيرة لدى الغير، فأقسموا بكل الأيمان أن عرس الكان سيتحول إلى مأتم ولنهدم ما بنته أمة مغربية تصبو إلى منافسات أفريقية بنكهة مونديالية. البداية كانت مع إعلام الجزائر، ثم انتقلت العدوى للبعثة بمختلف انتماءاتها، ومع مرور الأدوار جاء الدور على البعض الذين كلما فشلوا كرويا علقوا الفشل على شماعة التحكيم وفقا لنظرية المؤامرة والكولسة التي ألصقت ببلد ذنبه الوحيد أنه أكثر في الترحاب وهيأ الظروف لمنافسة أفريقية بنكهة عالمية. لنصل بعد ذلك إلى الفصل الأخير من الحكاية. هناك كانت نية مبيتة سبقتها بلاغات تحضر لما هو أسوأ، فكان ذلك المشهد الذي لا يليق بقارة القرن 21. وبعيدا عن أي كلام منمق وبعد فوضى الانسحاب ثم العودة وبعد كل التصرفات الخبيثة والتصريحات اللئيمة والضغوط المتعمدة، اتضح لنا وللعالم أجمع أن المغرب يسير بسرعة تتجاوز كثر، حتى في رياضة كنا نعتبرها ولا نزال بوابة للتسامح والإخاء والتنافس الشريف لا للتآمر والتدليس. انتهت منافسات الكان وقد حطمت كل الأرقام، فكأس المغرب الأكثر جماهيرية حيث تابعها في مدرجات الملاعب المغربية العالمية أكثر من 1,200,000 متفرج، وأكثر من 2.5 مليار حول العالم استمتعوا بها عبر الشاشات، لتسجل بذلك أرقاما قياسية غير مسبوقة. ولعشاق الأرقام أيضا مداخيل الكاف ارتفعت بأكثر من 90%، بينما فاقت مداخيل الإعلانات والنقل التلفزي 100 مليون دولار. إذن نحن لا نبيع ولا نشتري. نحن ننافس بشرف ونعطي المنافسات لمسة احترافية في زمن هناك من أبناء هذه القارة من يعشق الهواية ويصر على أن تبقى أفريقيا قارة هاوية بعيدة عن أي تنمية حتى وإن كانت كروية. أهلا بكم في صدى الأحداث، والصدى اليوم صدى كأس الأمم الأفريقية نسخة المملكة المغربية، التي وإن استعصى فيها اللقب على الأسود إلا أنها شكلت مبتدأ النجاح وخبر التميز لقارة نؤمن نحن المغاربة بأنها تستحق الأفضل، وقد كشف المغرب هذه الحقيقة. الملك محمد السادس فرق على الرمان وبين خيوط المؤامرة الخبيثة اللي دارت على المغرب. فخ انسحاب السنغال، خسارة المغرب كأس افريقيا ما كانش هو الهدف الأول، في الوقت اللي كان خاص الأفارقة يكونوا فرحانين بالإنجازات المغربية وأحسن كأس افريقيا غدوز في التاريخ. خطرات الجزائر باش دير لهم غسيل دماغ وتحرشهم على المملكة المغربية وتصنع من المغرب عدو الأفارقة كيدير الكولسة، وباللي المغرب كيتحكم في افريقيا وكتمشي غير بالأوامر ديالو، وباللي المغرب كيستعرض العضلات ديالو
التيرانات والبنيه التحتيه والتنظيم اللي ما تقدر ديرو حتى شي دوله افريقيه. وقدرات الجزائر تحرك مشاعر الحقد والكراهيه من الشعوب الافريقيه تجاه المغرب، والهدف الاول ديالها هو تعزل المغرب في افريقيا وتريب كاع داكشي اللي بناه الملك محمد السادس في السنوات الاخيره. صوره زوينه اللي بناها الملك محمد السادس عند الشعوب الافريقيه، صوره المغرب اللي ماد يدو الافريقيا وباغي يزيد بها لقدام. الدول الافريقيه اللي ولات كتشوف المغرب بحال مثل الاعلى ديالها، مثل في الاستقرار والتطور، مثل في بناء دوله قويه مستقره قادره باش تحكم راسها وتسير خيراتها. وهادشي علاش خرج الملك البارح باش يفرقع الرمانه ويبين المغاربه ما يطيحوش في الفخ ديال الجزائر، وباللي جسور المحبه والعلاقات المتينه اللي بناها المغرب مع الشعوب الافريقيه مع مرة غادي تبدلوا. المغرب مازال غيبارطاجي التجارب والخبرات ديالو مع دول افريقيا كامله باش تزيد لقدام، وباللي الملك محمد السادس فخور بكاس افريقيا اللي نظمنا في المملكه المغربيه، حيت هاد كاس افريقيا كانت هي الوجه ديالنا والمرايه ديالنا اللي كيشوفنا بها العالم كامل، وبينا فيها ان المغرب قادر باش ينظم احسن التظاهرات العالميه، وباللي المغرب خرج من الصوره النمطيه اللي كان كيشوفوا بها العالم كدوله من العالم الثالث، وقدرنا نبينوا اننا دوله كبيره في مصاف الدول الكبار. واش عمرك شتي الامريكان جايه تنقل تجربه التنظيم من المملكه المغربيه واستافد من الامن وانجاح تظاهره افريقيه كبيره؟ عشنا حتى شفنا بريطانيا وما ادرك ما بريطانيا جات المغرب باش تستافد من الخبره المغربيه في تنظيم كاس افريقيا. المغرب بين شويه من بزاف من داكشي اللي قادر يدير في كاس العالم 2030. المغرب دوز رساله ان كاس العالم اللي جايه في المغرب عام 2030 ما غاديش تكون بحال كاع كؤوس العالم اللي دازوا. نسخه كاس العالم 2030 اللي غتنظم في المغرب غتكون نسخه استثنائيه وغادي تكون احسن كاس العالم داز في التاريخ كامل. الخساره ديال كاس افريقيا في بلادنا اللي كنا كنتسناو اكثر من 50 عام غادي يكون فيها خير المملكه المغربيه كامله. اول حاجه هو زدنا عرينا الجزائر امام العالم كامل، وبينا اليوم حتى لين الجزائر كتحقد على المملكه المغربيه، وان السقوط ديال المغرب هو نجاح في الجزائر كامله. دوله الجزائر اللي نسات المشاكل الداخليه اللي عندها وانها قادره باش تخرج وتحتفل هي والشعب ديالها ودير داك النهار يوم عيد وطني، داك النهار اللي معمرو غادي يجي هو يوم سقوط المغرب. الكل مغربي فيق وعيق وما تجروش ورا الهضره ديال الجزائر الخبيثه اللي باغي تطيح المملكه المغربيه، وسيروا دائما وراء الاقتراحات والمخططات الملكيه. ملكنا قال لك الافارقه غادي يبقاو ديما خوتنا، وان المغرب والمغاربه غيبقاو مادين يديهم لافريقيا ديما، وان افريقيا خاصها تمد يديها للمغرب باش تستافد من التجارب والخبرات ديالو. المغرب اللي باغي الخير لافريقيا تقدم وتزيد لقدام، ماشي الصوره الخبيثه اللي كتحاول تسوق ليها الجزائر وتصنع من المغرب عدو الافارقه كاملين. ما توصلوش الخصوم المغرب داكشي اللي كانوا كيتسناو شحال هادي. خصوم المغرب اللي كيتسناونا نطيحوا في كل نهار كيحسبوها بالثانيه والدقيقه. المغرب غادي بسرعه التطور ديال تي جي في، وعقلوا مزيان ان المغرب في كاس العالم 2030 ماشي افريقيا اللي غتولي تستافد من تجارب المملكه المغربيه، اوروبا كامله غتولي تستافد من المغرب وغيولي نموذج ديال التطور والتقدم. والعهده ديال الحكم الملك محمد السادس غتدخل التاريخ من ابوابه الواسعه، وغادي تكون في التاريخ عهده الازدهار والتقدم وبناء مغرب قوي وكبير، وكل مغربي وولادو غيفتخروا بالمملكه المغربيه من هنا لقدام. حاجه وحده اللي خاصكم تبقاو مركزين عليها بالضبط هو التلاحم والترابط والتوافق ما بين الشعب والعرش الملكي. التحام الشعب والملك هو نقطة القوة ديال المملكة المغربية. مادام العدو ما قدرش يدخل ما بين الملك والشعب فكونوا اكيدين ان حتى حاجة ما غتمس هذا الوطن والمملكة المغربية. والجزائر اللي كانوا كيتسناو يشمتوا في المغرب وكيتسناو سقوط الاسد باقي ذنوبنا غادي تخرج فيهم. يا ربي تفرجنا فيهم، الله يشفي لنا ملكنا ويطول لنا في عمره ويحفظه وينجيه ويبعد عليه ولاد الحرام ديال الجزائر. كنقول لك انا كمغربي اليوم الا غيجيو يعطيوني اليوم الكاس يخليوه عندهم، انا صادق ما بغيتوش. انا الكاس اما نربحو في الميدان ولا ما نربحوش، لانني الا ربحته بهذه الطريقه فمعناه انني كنت كنطبخ كنت كنكولس. انا ما كنتش كنكولس، هذه الاولى. ثانيا نعرف ان المباراه جرت امام انظار من. شكون اللي كان جالس حدا موتسيبي؟ كان جالس انفانتينو رئيس الفيفا. واليوم ما خصناش نفصلوا كره القدم ما بين مؤسسه ومؤسسه. مؤسسه الكاف بحال اللي كيعرفونا وكنعرفوا جميعا تابعه للفيفا. الفيفا هي المؤسسه الام، الفيفا لا يروقها حدث. لذلك كنقول لك اليوم حنا نبحث على كرامه افريقيا. كرامه افريقيا ازهقت، كرامه صوره افريقيا شوهت باش نكونوا واضحين، واللي شوهوها معروفين. ماشي فقط بابتياو، الشويه ديال الصوره الافريقيه بدا من بدايه البطوله الى غايه نهايتها. وانا غادي نجي معاك، انا غنكون منفعل هنا لان هذه النقطه ما خصكش تسكتوا عليها. ما يمكنش المغرب يعمل كل شيء هادشي اللي يعمل باش ينصع الصوره ديال افريقيا، يعطي لافريقيا بطوله تليق بمستقبلها بتطلعاتها. منين نجي انا نعمل
يعمل هادشي كله ويجيو ناس اللي هما مجرد صناع للفرجه يعملوا يعيثوا فسادا في كاس افريقيا الامم، لا اقبل هذا الامر. ما كنتكلمش على بابتياو لوحده منيب، بدات من بدايه البطوله، من تصريحات، من الكولاسه، من مدربين كيطلعوا لي من الساطين الصحفيه يواجهون صحفيين ويتكلمون على التحكيم وعلى التشويش وعلى كذا. المغرب كان يحتاج الى مرآة عاكسه لتظهر له حقيقه مجموعه من الاشياء، وظهرت هذه الحقيقه وانا غادي نقولها ونقولها بصرامه. اليوم الناس غيشوفوني بواحد وجه اخر، صرامه، بركه. هاد الناس بحال اللي تنقولوا كبرنا لهم الطنوش بزاف، سي ترو. انا وغادي نجي غنقول علاش. اذا نديروا حنا هادشي كله ونجيو باش تقول لي اليوم غادي نرفع القضيه للفيفا والكاف، او الكاف هي الجهاز اللي كينظم كاس افريقيا الامم، وننتظر منه يعطيني اللقب. يعطيني الصدقه. المغرب كيقبل بالصدقه؟ لا ابدا، يخليوه عندهم ولو يكون هذا الكاس كاين بيت ذهب. لا يشرفوني، شوف لا يشرفوني.